ايوه كده. هلو شاركس. انا هاني الشناوي، فاوندر من للصناعات الغذائيه، شركه متخصصه في الصناعات الغذائيه وتحديدا الايس كريم. هاني الشناوي من اكتر المتقدمين بصراحه اللي انا حسيت انه فاهم بيزنس كويس قوي من اول لحظه ومن اول ما اتكلم في البيتشنج بتاعه. لما بدأ المشروع بتاعه راح جاب شركة موجودة في 60 دولة وقرر انه ياخد منها وكالة ورخصة تصنيع. طبعا الموضوع ده بيبقى مكلف جدا، ولكن بينططك خطوات كبيرة قوي لو ده متاح معاك، لانه بيعدي ستابس في الR&D وفي النو هاو، كمان بياخد افكار في الماركتينج واكسبيرينس حصلت في دول تانية. صرف على المشروع تقريبا بتاعه حوالي 110 مليون جنيه ما بين ماشينز واللايسنس والتسويق اللي عمله، وشغال تقريبا بيبيع بقاله 8 شهور. قدر يحقق في ال8 شهور دول مبيعات بقيمة 35 مليون جنيه. هاني جاي وطالب 30 مليون جنيه مقابل 20% من الشركة، يعني تقريبا مقيم شركته بحوالي 150 مليون جنيه، وقال انه بيصرف على الدعاية حوالي 18% من الريفينيو، يعني في 8 شهور اللي فاتوا تقريبا بالحسبة دي حوالي 6 مليون جنيه. وكمان هو متوقع يقفل السنة على 50 مليون جنيه مبيعات، يعني قول هنضيف على الستة دول حوالي 2.5 تانيين. في الحقيقة ميني ميلتس فعلا عاملة انتشار جامد في ال8 شهور اللي فاتوا، يمكن اغلبنا سمع عنها. وكمان السويدي ودينا غبور قالوا له ان هم سمعوا الاسم البراند من بناتهم اكتر من مرة خلال الفترة اللي فاتت، وده معناها انه مستهدف كمان الفئة اللي هو بيدور عليها. وكان السر بقى ورا كل ده مراته هي شركته وهي متخصصة في الماركتينج. لما اتسأل على تكلفة المواد الخام وتكلفة التصنيع قال ان المواد الخام بتكلفه تقريبا لوحدها من 13 ل 15%، وتكلفة التصنيع كلها حوالي 25%، ودي أرقام كويسة جدا بالنسبة لصناعة غذائية. تكلفة التصنيع دي اللي احنا بنسميها الكوجز، تكلفة البضاعة المباعة. الايديوم ده او المصطلح ده مهم قوي بنبص عليه، عشان ده اللي بنطلع منه الجروس بروفيت او اجمالي الربح بعد كده. طيب تكلفة البضاعة المباعة دي بتبقى عبارة عن تكلفة المواد الخام المباشرة، وتكلفة المواد الخام الغير مباشرة، وكمان تكلفة العمالة او الاجور المباشرة اللي مؤثرة في المنتج، مش تكلفة الإداريين أو أجور الإداريين. النقطة الغريبة بقى اللي لفتت انتباهي جدا، وركزوا معايا في الأرقام اللي جاية، لما اتسأل على قدرته التصنيعية وهو مستغل منها قد ايه، قال ان احنا عندنا اول مرحلة في خط انتاج بيصنع الليكويد بتاع الايس كريم، ده قدرته 240 طن في الشهر، وهو بيستغل منه حوالي 15%، يعني بحسبة بسيطة يعني تقريبا 36 طن في الشهر. المفروض ان الليكويد ده بيدخل في مرحلة تانية على خط من الاتنين، يا اما خط الميلتس يا اما خط الميني ميلتس، وعلى قد فهمي ده هيبقى جزء من المنتج التاني، وبالتالي المفروض المنتج التاني كوزن يكون اكبر منه او على الاقل زيه. اوكي، قدرة الخطين مع بعض التانيين 150 طن في الشهر، وقال انه بيستغل منهم حوالي 20%، يعني بينتج 25 طن في الشهر. الحسبة دي كده مش مظبوطة، ازاي 36 طن بيخشوا يطلعوا 25؟ اعتقد وكمان من طريقة ردوده هو ما كانش جاهز قوي للسؤال ده بالنسب، فادى نسب تقريبية وعدت. الشيء بس اللي كان مهم في النسب دي بالنسبة للشاركس ان هو يقدر ينتج او يبيع لغاية كام بنفس المكن اللي عنده، وكانت الإجابة لما حسبوها حوالي 300 مليون جنيه من غير ما يعمل أي استثمار جديد في المكن. فكرة بقى إنه شاطر في البيزنس دي اكتشفناها في آخر النقاش معاه لما قال إنه اوريدي عنده شركة تانية أسسها في 2005 ومشي بيها مشوار كويس، وحاليا هي سيلف مانجد وعرف يعمل لها سيستم تبقى شغالة لوحدها بدون تواجده هو، وبالتالي هو عدى بإكسبيرينس تانية قبل كمان ما يعمل الشركة دي، وبعيدا عن موضوع الوكالة اللي هو خدها. محمد فاروق كان أول حد يديله أوفر وعرض عليه 30 مليون جنيه مقابل 40% من الشركة، يعني تقييم تقريبا حوالي 90 مليون جنيه. بعدها أحمد السويدي قال له طب أنا هديك 30 مليون جنيه مقابل 30% من الشركة، يعني تقييم أعلى شوية حوالي 100 مليون جنيه. كمان عرض عليه إنه يدخلهم المولات اللي تبع السويدي اللي هم حوالي 5 أو 6 مولات. دخل بعدها احمد طارق قال له لا انا هديك 40 مليون جنيه ل 40% من الشركه، نفس التقييم اللي قاله السويدي.
غريب بقى ان ايمن عباس لما قرر يعلي عليهم قال 50 مليون جنيه ل 51% من الشركه، يعني تقريبا برضو نفس التقييم. الفكره ان ايمن عباس قال كده لان هو كان عايز يدخل الشركه دي مع شركات تانية عنده ليها علاقه برضو بالحاجات الغذائيه ويخرجها بره مصر، فكان مصر انه ياخد 50% من الشركه. لما خرج وفكر ورجع مع مراته وشركته، عرض عليهم كاونتر اوفر 40 مليون مقابل 35%، كان بيحاول يعلي التقييم لحوالي 115 مليون جنيه. الفكره بقى احمد طارق بصراحه عمل حركه كده كان اونست فيها جدا. اولا اجتمع احمد طارق مع فاروق مع السويدي وادوا له اوفر 35 مليون مقابل 35%. هنا زوجته قالت كلمه عجبتني جدا، هي بدات تسالهم ده برضو نفس الفالويشن اللي هو ال 100 مليون، بناء على ايه حضراتكم عملتوا التقييم ده؟ وده كان سؤال مهم وهم ردوا عشان كمان احنا هندي فاليو للشركه. في الحقيقه انا كنت شايف مش المفروض ان هم يقللوا الفالويشن بتاعهم لان واضح ان هم عاملين فالويشن مظبوط، ولكن كان ممكن ندي رويالتي فيز. والحركه دي لو تفتكروا اتعملت في الحلقه الاولى مع كيرلت، فكانت فكره حلوه انك تعلي الفالويشن بتاعك او تخليه فير وفي نفس الوقت تدي الشارك النسبه اللي هو عايزها في صوره رويالتي فيز. احمد طارق بقى وضح له حته مهمه قوي، ان فكره انك تاخد 40 مليون مقابل 40% من الشركه مختلفه تماما عن 35 مليون مقابل 35% من الشركه. الاثنين نفس الفالويشن، ولكن واحده انت بعت ايكويتي اقل وبالتالي فاضل لك ايكويتي عاليه تقدر تقيمها بعد كده على ارقام تانية، وده كان فير رغم ان هو اللي كان مدي الاوفر بتاع ال 40 مليون مقابل 40% من الشركه. في النهايه وبعد نقاش كتير هو كان قايل ان هو محتاج شارك معاه، واللي عجبني بقى بعيدا عن اللي كان بيحصل في الحلقات اللي فاتت ان هو محتاج شارك ولكن مقيم شركته كويس قوي ومصر ان هو يحاول يحافظ على التقييم دوت، وكمان كان عايز يجمع مجموعه شاركس مع بعضهم رغم ان هم في الاول كانوا منفصلين، ولكن بالنيجوشيشن قدر يجمع 3 وما يبيعش ايكويتي كمان عاليه من الشركه. فانا شايف دي من انجح الصفقات اللي تمت وانجح النقاشات اللي تمت في الموسم ده من ساعه ما بدا. ازاي بقى تختار لو انت موجود في الموقف دوت وقدامك 4 أو 5 عروض؟ اولا في شويه بارامترز كده لازم تبص عليها، الفالويشن اللي موجود في العرض ده، الفلوس اللي انت هتاخدها كاش في العرض ده، الايكويتي اللي انت هتبيعها مقابل العرض ده. انت بقى كنت بتدور عليه اصلا من دول وجاي متارجت ايه فيهم في البارامترز دول وايه فيهم مهم بالنسبه لك؟ ايه الادد فاليو اللي هيقدمها لك المستثمر غير الفلوس في وجوده هو معاك؟ لو عايزين نعمل حلقه مخصوصه على ازاي تقيم العروض الاستثماريه اللي بتبقى موجوده معاك اكتبوا لنا في الكومنتات. أنا مينا زكي ودي شركة هالايت ايجيبت، شركة متخصصة في استخراج الملح من الملاحات وتحديدا الملح الصخري. مينا جه وفي أول بيتش بتاعه على طول راح عارض الاسك اللي بصراحة كان يخض، عايز 75 مليون جنيه مقابل 25% من الشركة، يعني مقيم الشركة توتال ب 300 مليون جنيه. بس اللي عجبني بقى انه ما عملش كده وبس، هو تقريبا اول واحد في الموسم يقول الار او اي بتاعه على طول اللي هو الريتيرن اون انفستمنت. فقال لهم والله يا جماعه ال 75 مليون جنيه دول هيرجعوا او هيعملوا مبيعات 3.5 مليار جنيه في 3 سنين، وتقريبا هيبقى الار او اي حوالي 875 مليون جنيه، يعني 11 ضعف المبلغ. الشركة بتاعته بتستهدف انها تصدر الملح ده لامريكا وكندا وتركيا والصين، تحديدا للشركات او للمصانع اللي بتشتغل في الصودا اش. انا لما قال كده بصراحة كان اول سؤال جه في ذهني، طيب هو مفيش مصانع صودا اش في مصر؟ يعني ليه عايز يصدر؟ ليه مش بيتكلم على السوق المحلي؟ طيب لو مفيش، طيب احنا بره، ليه الاستثمار الضخم اللي مطلوب ده؟ هل هو مش كفايه ان هو يعمل مصنع صودا اش في مصر؟ لانك اكيد لما تجيب رو ماتيريال وتعمل عليها بروسيسنج وتديها ادد فاليو هتكسب فيها احسن بكتير. فالحته دي كانت مش كلير بالنسبه لي. كان بيتكلم في نقطه في وسط البيتشنج وكان بيعرضها ان هي نقطه ميزه، بس هي نورت عندي ريد لايت كده. قال ان اقل عميل ممكن يطلب منه في السنه حوالي 1,000,000 طن، وده رقم كبير مش رقم قليل.
فحسيت ان ده ممكن يرفلكت مع ان ممكن يكون مفيش مصانع سودا قش في مصر، ان عدد العملاء اصلا قليل، ففي كام عميل في العالم بقى. وده تقريبا اترد عليه لما هو اتكلم على موضوع المؤتمر، قال عايز اعمل مؤتمر دولي للملح في سيوة واعزم فيه 50 شركة من امريكا، دول ال 50 شركة المسيطرين، واعزم فيه 10 شركات من الصين. فانا حسيت ان العدد ليميتد برضه، ان تقريبا هم دول يعني من كلامه دول اللي ماسكين السوق كله، فعددهم يعتبر محدود جدا. الميزة اللي كانت موجودة في الشركة ان هم عندهم الملاحة بتاعتهم واوريدي اشتغلوا عليها، وفي حوالي 14 مليون طن جاهزين للاستخراج، فدي كانت نقطه كويسه. ولكن المشكله بقى ان الهيستوري بتاع الشركه في ال3 سنين سيء جدا. هو قال احنا بدانا في 2021 وجالنا اوردر بحوالي 1,100,000 طن في امريكا، ولكن الاوردر وقف بسبب مشاكل ليها علاقه باللوجستيات، وما وضحش ايه المشاكل. ماشي، دخلنا في 2022 قال دي كانت سنه صعبه جدا وما جالناش فيه ولا اوردر، سنه كامله ما فيش اي اوردرات جت، برضو ماشي. دخلنا في 2023 جالنا اوردرين في نفس الوقت، ودي كانت سنه الحصاد، وانا حسيت بقى ان كده الشركه بقى ايه يعني خلاص عدت. وجالنا اوردر في امريكا ب1,100,000 طن، واوردر في الصين ب1,200,000 طن، ولكن برضو الاوردرين دول وقفوا لاسباب لوجستيه. ولما جه يوضح ايه الاسباب، اتكلم على الاوردر بتاع الصين وقال لك اصل مضيق باب المندب اتقفل، وكان عندنا LC على البنك ب1.5 مليون دولار يوم 10 اكتوبر واتوقف ورجع تاني، والاوردر ده اتاجل. طب تمام، طب الاوردر بتاع امريكا ما اتكلمش عنه خالص وركنه. لما الشاركس خدوا بالهم واحمد طارق سالوا عليه قالوا طب وامريكا؟ قالوا لا احنا ما جالناش ريكوستات لسه سيريس يعني من امريكا. طب انت عرضته ليه في الاول؟ بقت النتيجه انه بقاله 3 سنين ما باعش بولا جنيه، وجاي طالب 75 مليون جنيه مقابل 25% من الشركه. اكبر بقى غلطه قالها في البيتشنج ده كله لما الشاركس بدأوا طبعا يعني مستعجبين جدا من الفالويشن اللي هو عامله، فقالوا له لا وانت ما بعتش وانت ما عملتش. فقال لهم لا، لو الاوردرات دي كانت اتنفذت كان زمان الشركه معاها. يعني طبعا ده كلام مش منطقي، ولو دي مش موجوده في القاموس بتاع البيزنس، انت يا عملت يا ما عملتش، يا حققت يا صدرت يا ما صدرتش. لو دي يعني حاجه مش موجوده في القاموس بتاع البيزنس مان. وطبعا كان نتيجه ده كله ان هم فعلا في تقريبا 15 ثانيه كل الشاركس قالوا له اوت اوت، حتى بدون مبررات وبدون كلام كتير. حتى السويدي اللي بيتكلم ساعات ويقعد يشكر الاول في المشروع بعدين يقول اوت، الموضوع ما خدش معاه يعني، قال كلمتين صراع وقال له انا اسف انا اوت، وخرج من غير ما ياخد اي اوفر. شاركس. أنا محمد محرم. وانا عمرو فحام. انا ومحمد اصحاب من اكتر من 25 سنه، وعندنا حلم كنا حابين النهارده نقدمه لحضراتكم. اوستريشلاند شركه مملوكه لاثنين شباب، محمد وعمرو. هم صغيرين شويه ولكن عاملين حاجه حلوه قوي، عاملين مزرعه نعام. في الحقيقه انا لسه قريب جدا كنت مجرب موضوع لحم النعام دوت وعجبني جدا، ولكن هم مش عاملين مزرعه نعام عاديه، هم مهتمين قوي بالجوده بتاعه اللحمه والجوده بتاعه العلف اللي بياكلوا النعام دوت، وبيقولوا ان هم بياكلوا اورجانيك، يعني العلف ده كله اورجانيك. كمان مش بس في المرعى او في التربيه نفسها، لا ده في القطعيات بعد الذبح هم مركزين يعرفوا انهي جزء في النعامه يعمل انهي قطعيه احسن، ومطلعين 17 قطعيه مختلفه. دخلوا الموضوع في الاكل المصري، عملوا سجق نعام وكفته، فهم عاملين شغلانه كده حلوه. كانوا جايين وطالبين 9 مليون جنيه مقابل 25% من الشركه، يعني تقريبا مقيمين شركتهم بحوالي 35 مليون جنيه. كانوا عاملين التقييم ده بناء على تقييم الارض بتاعه المزرعه والمباني اللي هم عملوها، لان المباني بتاعه مزارع النعام مختلفه شويه، بتبقى حديد لان النعام عنيف جدا ممكن يكسر الحاجه، والنعام نفسه اللي موجود. فقالوا الحاجات دي لوحدها اصلا كاصول بتكلفها او تتقيم بحوالي 15 مليون جنيه. هم بدأوا الموضوع دوت من 3 سنين، ولكن بدأوا بيع فعلي في 2023.
واول سنه عملوا مبيعات بحوالي 700,000 جنيه وكان تقريبا زيرو بروفيت. وهم قالوا ان ده في الاول وكنا بنبدا ولسه بنعمل انيشيشن وسيت اب لحاجات كتيره، فده كان الوضع. السنه دي بقى في 2024 هم متوقعين يقفلوا مبيعاتها بحوالي 3 مليون جنيه وبنت بروفيت 14%، ومتوقعين السنه الجايه كمان الدنيا تظبط معاهم اكتر وال 14 دي تطلع ل 28%. انا بصراحه النطاط دي مش عارف يعني هتتم ولا لا، ولكن ده كان كلامهم وشايفين ان هيحققوا مبيعات 13 مليون جنيه. النقطه بقى اللي كانت غريبه او يعني مقلقه شويه لاغلب الشاركس، وحتى بالنسبه لي نقطه كانت مش مريحه، النعامه كحيوان صافي لحم بعد الذبح حوالي 25% او 30%، وده قليل قوي، غير اغلب الحيوانات بتصفي من 50 ل 55%، وبالتالي ده بيخلي في النعام تكلفه الكيلو نفسه الصافي بتاع اللحم قصاد العلف اللي بياخده عاليه، فدي نقطه ما تخليش الكوست عندك كويس. لما اتسالوا بقى هيعملوا ايه بال 9 مليون جنيه او مخططين لهم ازاي، كان اغلب المبلغ فيه 6 مليون جنيه رايحين ان هم يدخلوا نعام جديد او اسر جديده للمزرعه، وجزء صغير خالص اللي كان متخصص التسويق. واعتقد ان دي مش احسن سياسه لو انت هتروح تعمل برودكت بريميوم وحاجه يعني طعمها كويس وحاجه متغذيه اورجانيك، انت محتاج تفرش الكلام ده ماركتنج عشان تعرف تبيعه. فاعتقد ان هم في الحته دي قرارهم او التوزيع بتاعت الفلوس مش احسن حاجه. ولو هم عايزين يشتغلوا بالطريقه دي ويروحوا اغلب الحاجات روس نعام وهو اوريدي عندهم اسيتس، ممكن يروح للبنك ياخد قرض وما يبيعش من الايكويتي بتاعته خالص. هيبقى الموضوع ابسط من كده بكتير يعني. المفاجاه بقى كانت في نهايه النقاش عمال يتم بين الشاركس كلهم، وبعدين احمد طارق طلع بالمفاجاه ان هو اساسا عنده مزرعه نعام وبينتج، ويعني عنده خبره كبيره في الموضوع او في القصه دي، عنده معلومات، ولكن محتاس بالنعام وعايز يشوف هيعمل ايه، ومزرعه فيها غزلان وفيها بغبغانات وقصه كده كبيره يعني. فكانت مفاجاه بالنسبه للناس الموجوده، لانه بدا يسال اسئله مع الوقت، هو يعني واضح ان الشخص ده فاهم او عارف هو بيقول ايه، فسالوه فطلع عنده مزرعه نعام. احمد طارق بقى طبعا كان مهتم بالموضوع عشان القصه بتاعت المزرعه دي، بس عرض عليهم عرض قاسي شويتين، 9 مليون جنيه مقابل 55% من الشركه، يعني قيم لهم الشركه كده ب 16 مليون، بس قال لهم فوق البيعه هديكم المزرعه بتاعتي 2 3 بدون ايجار، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، والحيوانات اللي فيها خدوها باقل من الكوست كمان. فده كان لازم يتحط حسابه من ضمن الاوفر. خرجوا فكروا هيعملوا ايه ورجعوا تاني يحاولوا يدوا له كاونتر اوفر ان طب خلينا 33% ايكوال شيرز بحيث ان احنا الثلاثه يبقى ايدينا في ايدين بعض ونقوم الموضوع ده لقدام. هو حاول يناقش معاهم، لا مش هتنفع، ولكن اداهم بقى نصيحه حلوه قوي محمد فاروق في الجزئيه دي. لما اتكلموا على تقييم الاصول، هم مقيمين الاصول اللي عندهم، مثلا المباني دي لو اتبنت دلوقتي بكذا، الارض دي لو اتباعت دلوقتي بكذا، النعام ده لو اتباع دلوقتي بكذا. يمكن الحاجه الوحيده اللي يعني فاليد في القصه دي هي الارض اللي لو اتباعت دلوقتي ده رقمها، ولكن المباني لو اتبنت دلوقتي باكس، لو انت حاولت تبيعها دلوقتي التقييم بيبقى لو انت بعت الاصول اللي عندك هتجيب كام، مش لو انت اشتريت الاصول او اصول زي اللي عندك هتجيب كام. فالحته دي كان عندهم فيهم لغط، فهو وضحها لهم ان الجزئيه دي مش مظبوطه. احمد طارق بقى بعد ما حاول يعني يجيب احسن حاجه قال لهم خلاص انا اخري 45% على 9 مليون وهديكم المزرعه بكل الكلام اللي قاله وانتوا ديروا الموضوع ده. انا بصراحه لان هم مش بتوع بيزنس قوي كنت شايف ان ده اوفر هايل بالنسبه لهم، هم ياخدوا مزرعه ثانيه هيستفادوا بيها فتره طويله، يقدروا يكبروا الشركه كتير قوي، يقدروا يشتروها بعد كده لو هم عايزين، هياخدوا حيوانات باقل من الكوست بتاعها ومن ضمنها نعام اللي هم شغالين فيه. فبصراحه كنت شايفه اوفر هايل جدا، والراجل عنده شغف لان دي حته نيش شويتين، مش اي حد هيبقى مهتم انه يستثمر في النعام يعني. والحقيقه هم وافقوا على الاوفر دوت، وانا برضو كنت شايفها صفقه ناجحه في الحلقه دي. ودي كانت الحلقه الخامسه من شرح تانك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. لو عندكم اي استفسارات خاصه بالبيزنس عموما او شارك تانك اكتبوا لنا في الكومنتات، ولو عايزيننا نتكلم في مواضيع معينه خاصه بالبيزنس اكتبوا لنا برضو في الكومنتات. وما تنسوش تابعونا يوم الخميس من كل اسبوع مع شرح تانك.